المخرج عمرو سلامة دايما بيناقش في أفلامه القضايا والمشكلات الاجتماعية بشكل حديث، ودايما وجهة نظره بتكون مختلفة ومثيرة للجدل حواليها. 2023 جاته معاها فيلمه الجديد شماريخ المقرر عرضه خلال السنة، واللي آخر أعماله كان فيلم من سنتين بعنوان بره المنهج. شماريخ من بطولة آسر ياسين وأمينة خليل ونجوم تاني كتير وضيوف شرف هنعرفهم منه، وكمان هيكلمنا عن تفاصيل القصة وتطورات الشغل في الفيلم. في لقائنا معاه وجه الشكر لكل الأبطال، هنعرف السبب منه في آخر التقرير اللي جاي. فيلم شماريخ هو الفيلم اللي انا شغال عليه دلوقتي. قربنا نخلص تصوير ان شاء الله، يعني نخلص في وقت قريب، ايام قليله التصوير ان شاء الله ونخلص الفيلم واحنا اوريدي بدانا مونتاج، وبنامل ان احنا ننزله في اقرب وقت في 2023 ان شاء الله. الفيلم بطوله آسر ياسين وامينه خليل وناس كتير جدا معانا، استاذ خالد الصاوي وادم الشرقاوي محمد ثروت مصطفى درويش، ضيوف شرف كتير جدا معانا في الفيلم برضو. الفيلم يعني هو دراما رومانسيه فيها اكشن كتير، بنحاول نعمل تجربه طموحه مختلفه، واعتقد ان احنا حاطين فيها مجهود كويس وافكار كويسه، واعتقد ان احنا عاملين شغل احنا مبسوطين بيه لحد دلوقتي، وحاسس ان انا بعمل فيلم عايز اتفرج عليه في السينما، ودي حاجه مهمه. بامل ان الفيلم لما ينزل رد فعل الناس يكون ليه زي طموحاتنا وتوقعاتنا، ان احنا ان شاء الله متوقعين حاجه كبيره للفيلم ده. حاولنا نعرف من عمرو سلامة تفاصيل اكتر عن قصة فيلم شماريخ. مش هقدر احرق قصه الفيلم دلوقتي قوي، بس هو الفيلم نقدر نقول ان هو اكشن وشبه مطارده طويله يعني. فهو الشخصيتين مالهاش دعوه ببعض خالص، زي آسر يعني شخصيه آسر وشخصيه امينه في الفيلم، الشخصيتين مالهمش دعوه ببعض خالص. ازاي بيتحطوا في ظرف يجمعهم سوا ان هم يبقوا في خطر معين محتاجين يعني يتخلصوا منه مع بعض. والفيلم فعلا كان فيه مشاهد معقده شويه وتنفيذها صعب شويه، والممثلين استحملوني الحمد لله، ويا رب يفضلوا يستحملوني لحد ما نخلص تصوير، وانا حطيتهم في ظروف صعبه جدا، وبحب اشكرهم ان انا تعبتهم للدرجه دي واستحملوني للدرجه دي. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.